نشر الدولي المغربي نايف أكرد عبر صفحته الشخصية على الإنستغرام صورة تضامنية مع الطفلة غيثة ووالدها، غيثة التي ذهبت للبحر مع والدها للاستمتاع بجمال البحر في لحظة خاطفة. يسمع الأب صوت ابنته وهي تدهسها سيارة رباعية الدفع فتصاب إصابة بليغة في الرأس. لنستمع إلى والد غيثة. النهار يلا ميم با تانستالينا ميم با واحد الساعة المكانة 40 مينوت بحال هكاك. المهم قبل حفرت واحد الحفره لبنتي كيف كاع الدراري كيلعبوا قدامي، حطيت تقريبا كاين الماء، كاين هي بيناتنا وبين الماء واحد 4 متر في الوسط فين كنحفر باش كنبقى كنكونترولي بغات تمشي الماء ولا هذا حاضر رد مع البال. صافي حطينا داكشي كنلعبوا، ميم با درت واحد 2 مينوت نشرب غير الماء، عطشت مع الصهد وداكشي باش نشرب، حتى كنسمع بوم الغوا درت كنلقى الرويضه غادا ليا فوق الراس تاع الابنه ديالي، ضربات بالرويضه تاع الطوموبيل والرويضه تاع الرومورك تاع الجيت سكي وواحد الحديده اللي كتكون في الرومورك لتحت، ضرباتها كيبان الدم خارج وداك الشيء. مشيت غادي كنجري، رجليا ما سعفونيش تا هما، وعاد باش نط وكنغوت مشيت كنلقى البنت تاعي الفك تاعها وجهها داير والراس كله محلول والدم وداك الشيء. ناض داك الشخص اللي من العائله ديالو قال لنا حنا عندنا الفلوس بحال هكا تكستو، حنا عندنا الفلوس، يعني بنتكم تعالوا على القانون، يعني بنتنا تموت حنايا وهما غادي يشريو البراءه تاع ولدهم بالفلوس. الحمد لله انا كنطالب غير بالعداله، كنطالب غير بالعداله بنتي، انا ما خصني حتى والو، عداله بنتي وترجع ليا بنتي. داري دابا ما دخلتش لا سيمانه ما دخلتش الدار، كما غندخل الدار كنتفكر بنتي اللي كتجي كتحل لي الباب، واخا كيكون عندي السوارت كندق عليها وكنقول لها غيتا ويلا تعلمات تحل بالساروت، كتجي بابا وكتحل، ما قدرتش ندخل الدار، ما دخلتش. فعلا قصة مؤلمة، كلنا مع والد غيثة لكي تأخذ العدالة مجراها الطبيعي وتتم تحقيق العدالة لغيثة ووالدها. في الأخير نتمنى الشفاء للطفلة غيثة.